ده ماسك يا باشا كل اللقطاء وعمال يشوم يمين وشمال. الله يخرب بيتك الخطه يالا. خليك انت يا ديمون الزفت انت وتنين الكراكس في شهر الغيبوبه بتاعكم ده. الوليه رينيرا جمعت شويه تنانين لوز العنب وهتنزل الساحه الايموند وفارس للعجله وبخلي الاحلام تنفعك. اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه مراجعات ادم. النهارده هنتكلم عن الحلقه السابعه من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، واللي بصراحه كانت حلقه قويه بمعنى الكلمه. واخيرا في الحلقه دي المسلسل كان قادر يفاجئنا بجوده التصوير والاخراج. الموسيقى كمان كانت ممتازه وعملت جو من التوتر والاثاره في كل مشهد. اما الحوارات فكانت بجد مكتوبه بشكل عبقري وبتعكس عمق الشخصيات وتعقيد العلاقات بينهم. فاستعدوا معايا بقى كده لمراجعه الحلقه دي واللي بجد كانت حلقه تستحق. وقبل ما نبدا مراجعتنا نورونا كده بالسبسكرايب واللايك عشان ده فعلا بيساعدنا نكمل. ويلا بينا بقى على مراجعه الحلقه السابعه من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. الحلقة السابعة من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون كانت ممتازة على جميع المستويات. التصوير السينمائي بجد كان رائع، والموسيقى التصويرية لرامين جوادي اللي كانت قادرة تضيف جمال حقيقي للمشاهد. تصوير وموسيقى قدروا يخلقوا تجربة مشاهدة بجد ما تتنسيش. واقدر اقول ان الحلقة السابعة قدرت تحيي الحماس اللي كان مات جوه الواحد تجاه المسلسل ده، وده لا يمنع ان الموسم كله على بعضه تقييمه مش هيكون كويس بالشكل الكافي، وده بسبب كم العوار والهبل اللي شفناه فيه. ولكن الحلقة السابعة كانت من الحلقات العظيمة اللي تستحق الانتظار بكل تأكيد. كل مشهد في الحلقة دي كان تحفة فنية عينك حابة انها تشوفها، والحبكة المرة دي فعلا كانت مظبوطة وقادرة انها تحمسك للي هيحصل بعد كده. فيلا بينا نروح لتفصيل الحلقة كده ونشوف ايه المهم اللي حصل فيها. نبدأ بمشهد رينيرا وآدم. شفنا في الحلقة اللي فاتت رينيرا لما عرفت ان في حد ركب التنين سي سموك خدت تنينها سيراكس وراحت عشان تشوف ايه اللي حصل ده ومين اللي قدر يركب سي سموك. وبنشوف مع بداية الحلقة دي مشهدها مع آدم وكل واحد معاه تنينه سواء سي سموك او سيراكس. وبسرعة بنشوف آدم بيعلن ولاءه لرينيرا اللي بتبدأ تسأله شوية انت مين واصلك ايه، لكن ما بيعترفش بالظبط ان هو ابن الكورلس فاليريان، لكنه هيكون في خدمتها زي ما هي تؤمر. فبتاخده وترجع على دراجونستون. في الوقت ده بنشوف ان جيس ابن رينيرا واقف وشايف الرينيرا والتنين سي سموك وراكبه الجديد راجعين للقلعه، وشكله في المجلس بيقول انه كان متضايق من حاجه بشكل كبير، وده هنشوفه وهيتفرد له مساحه بعدين في حواره الجميل مع رينيرا. بعدها بنروح لمشهد بالرينيرا وميساريا مش ميليسي، ميساريا مش ميليسي، ميساريا. قلتها صح يا زدان؟ مشهدهم كان مهم لان رينيرا بعد ما شافت ان فعلا خطتها القديمه هي وميساريا ينفع تنجح بانهم يدوروا على اي حد بيحمل دم الترجاريان. وهنا ميساريا بتنصحها انها ما تدورش في سكيلات العائلات وتدور وسط الباسترد، لان كتير من آل الترجاريان سواء ستات ولا رجاله كانوا متعودين على ممارسه الزفت على دماغهم مع ناس كتير من العامه. وبالتالي فاحنا محتاجين نجمع اكبر عدد من اللقطاء دول علشان نشوف مين فيهم هيقبلوا التنانين الباقيه يبقى راكب جديد ليهم. وبتقدر تقنعها ان قوانين اللعبه اختلفت وانها لازم تكون جيشها حتى لو كان من اللقطاء عشان تواجه اخواتها اللي مستولين على عرشها وعاوزين يخلصوا عليها. وبالفعل هنشوف بعد كده تطبيقهم للفكره دي، بس خلونا ما نسبقش الاحداث ونمشي بنفس التسلسل اللي ظهر في الحلقه. وبنشوف ساعتها اول لقاء وكلام يدور بين ادم وبين ابوه اللي ما كانش معترف بيه كورلس فاليريان، وكل اللي كان عند كورلس ان يقوله لادم هو ويل دان، شاطر يا قط. وتحس كورلس مبسوط باللي قدر عليه ادم، لكن برضه لسه ادم ده مش نازل لكورلس منظور. بعدها بنروح لمشهد بنشوف فيها الخيبه التقيله اللي اسمها ديمون، واللي بصراحه سواء كتاب ولا مخرجين فانتم شويه عرر على اللي انتم عاملينه في شخصيه ديمون دي. ومهما كان درجه استثماركم في الشخصيه دي بعد كده فده مش هيعفيكم من اللي عملتوه فيه طول الموسم ده. للأسف كان ديمون هو النقطة السلبية الوحيدة في الحلقة دي بالنسبة لي، بل نقدر نقول كمان إنها أكبر سلبية في الموسم ككل. حتى لو كان زي ما بنقول في أمثالنا الشعبية الهدوء الذي يسبق العاصفة، لكن ده لا يعفي أبدا صناع العمل من مسؤوليتهم تجاه تطور شخصيته اللي كان وبدون أدنى شك مخيب للأمال. ومشهده كان بيتكلم عن اللورد أوسكار اللي خلف الملك غروفرتالي في حكمه لمملكة الروافد، المملكة اللي ديمون مضيع الموسم كله علشان يكسبها لصفه وتحارب تحت إمرته. ولكن أوسكار بيعجبني جدا سواء في حواره على انفراد مع ديمون أو قدام كبار العائلات في مملكته، وإزاي هاجم ديمون ونقد أفعاله الهمجية وطلب بالعدالة من اللي كان معينه ديمون عشان يغصب أهل مملكة الروافد على طاعة ديمون، وعمل فيهم مجازر حرفيا. وبالفعل ديمون بيرضخ لطلب او شرط نقدر نقول بتاع اوسكار،
وبيتم القبض على الشخص اللي قاد حملة الهجوم القذرة على عائلات كتير رفضت الانضمام لجيش ديمون. بل كمان اوسكار بيحط ديمون في خانة اليك لما بيقول له ان العدالة لازم تقام عشان ننضم ونكون جيشك. وهنا ديمون بالفعل ما بيبصش غير على هدفه، وبيقوم بقتل الشخص اللي كان يعتبر دراعه اليمين واللي بينفذ اوامر ديمون في خلال الفترة اللي فاتت، عقابا له على انتهاك حرمة ابرياء كتير. وبعدها بيروح عم الحاج ديمون ويكمل احلامه مع عم الحاج فيسيرس، وكلام مكرر بقى وزهقت منه عن التاج وعن الحكم وقد ايه ده منصب بيضر اي حد يبقى فيه وبتاع. نسيبنا منه ونسيبنا من ديمون افندي وهلاوسه ونروح ونشوف ايجون اللي بدأ يتعافى، حتى وان كان لسه الطريق طويل لتعافيه. فلارس هيفضل معاه ويسنده وبيطلب تكثيف عملية استشفائه. لارس عارف ان الامور ممكن تتقلب في لحظة، فعاوز يستخدم كارت ايجون في اقرب فرصة. هيستخدمه ازاي بالظبط معرفش، وما قدامناش غير ان احنا نستنى ونشوف. لكن علاقة لارس بايجون دي قادرة تقلب موازين القوة داخل البلاط الملكي لو لارس لعبها صح. ولسه عندي علامة استفهام كبيرة، هو فين اوتو هايتاور يا جماعة؟ هو مش ايموند امر لارس يروح يستدعي جد اوتو هايتاور عشان هيبقى الهاند؟ احنا لا شفنا لا لارس راح ولا اوتو هايتاور ظهر. ايه يا عم ديموند انت كلامك ما بيتنفسش ولا ايه؟ لا صح معانا كده شويه يا ابو الحاج، الموسم بيروح مني. ونرجع لخطه رينيرا وميساريا الجديده بجمع اكبر عدد من اللقطاء واللي بيحملوا دم الترجريان في عروقهم عشان تحاول تكسب راكبين جدد للتنانين الباقيه في دراجون ستون. التنانين الباقيه هم فرينوسور او الغضب البرونزي والتنين سيلفر وينج. وبالفعل بنشوف كورلس بيقابل ابنه وبيأمره بتجهيز كام مركب ويكون ضامن ولاء قباطينها والمحاربين اللي عليها عشان يروحوا في مهمه لكينجز لاندنج. وساعتها بيدور حوار جميل بين كورلس وابنه الكبير اللي بيتكلموا فيه عن ادم واخوه اللي بقى راكب السيسموك دلوقتي، وانه دايما كان بيحلم بخطوه تنقله لمستوى تاني، مستوى يقدر يظهر فيه قدراته. لكن بنشوف ازاي اخوه الكبير مفتخر جدا بكونه ابن الملح والبحر وانه مش بيطمح لشيء اكتر من كده. عجبني قوي في اللحظه دي نظره كورلس لابنه الكبير ولسان حاله العوض. حلو. نكمل. بعدها بنشوف خروج رينا بنت ديمون واللي كانت مسؤوله عن حمايه بيض التنانين من القلعه اللي كانوا بيحتموا فيها دي بسبب الست دي. ولكن في لحظه رينا بتقرر تهرب وتروح للمكان اللي شافت فيه حيوانات محروقه واللي استدلت من المشهد ده قبل كده على وجود تنين طليق حواليهم، وده شيء ما نفيتهوش ملكه القلعه اللي كانت بتحتمي فيها رينا. فبشكل كبير البنت قررت تروح وتجرب تخضع التنين ده ليها، وللعلم ده تنين بري، فعندي فضول اشوف شكله هيكون عامل ازاي. فنستنى ونشوف هيحصل ايه الحلقه الجايه مع البنت دي. وبعدها نيجي لمشهد أليسنت هانم اللي حست ان كل حاجه خربت، وبعد هجوم شعب كينجز لاندنج عليها هي وبنتها هيلينا بقت في حاله صدمه وطلبت تخرج للغابه. واللي قالت في المشهد ده لحارسها لما سالها هنرجع امتى، قالت له مين قالك اني هرجع؟ الوليه طلقت يا عيني من المرمطه وقله القيمه اللي هي عايشه فيها على راي الدود مهدي باشا فندي، حبيبي يا دود، وقررت تهيم على وجهها في بلاد الله تقريبا. مشهد المفروض عادي، لكن يدخل السحر بتاع رامين جوادي ويحول المشهد لمشهد ما يتنسيش بموسيقته الساحره بجد، وده اقل شيء يتقال على فن رامين جوادي. مشهد بيظهر محاوله تطهر أليسنت من خطاياها، رمزيات اللبس الابيض ونزولها للنهر مع موسيقى جميله جدا بيفهمك انها بتحاول تغسل نفسها من غلطاتها اللي ما بقتش قادره تتحملها بعد كده. بصراحه كان مشهد ممتاز. بعدها بنروح لمشهد حواري جميل ينفع نبني عليه لقدام كتير، وهو مشهد حوار رينيرا وابنها جيسيريس. حوار فعلا اتكتب بشكل جميل جدا وتم تمثيله بالشكل اللي يفهمك دوافع الشخصيات بجد، يفهمك اللي بيؤرقها واللي ممكن تشعر بيه الشخصيه من خطر يهدد مستقبلها. وانا هنا ما اقصدش ان جيس بس هو اللي خايف من تنافسه مع باستر تانيين، بقى معاهم تنانين زيهم ويقدروا يحلموا بالسلطه بعدين هم كمان، وده هيشكل خطر على مستقبله كملك مستقبلي بعد امه رينيرا. كمان رينيرا في ردودها عليه بتوضح لك مدى خوفها من الحرب الجايه لو ما كانتش مستعده كفايه، وعلشان تبقى مستعده فهي هتعمل اي شيء عشان تكون جاهزه لوقت الحرب اللي هتكون مفصليه. مشهد جميل وحواريا ممتاز. بعدها بنشوف بدايه تنفيذ الخطه، وبتروح ميساريا وبتسلم رساله لابن كورلس الكبير عشان يسلمها لاحد جواسيس ميساريا في كينجز لاندنج، وبتستلم جاسوسه ميساريا الرساله وتبدا تنتشر الرساله وسط اهالي كينجز لاندنج. وبنشوف ان معظم الاهالي اللي فيهم من دماء الترجريان بيستجيبوا لكلام رينيرا وبيتوجهوا بالفعل ناحيه المراكب وبيهربوا على دراجون ستون. هربنا من مشاهد ملحميه شفناها في الحلقه دي، بس لحظه اشرب ميه يا واد عمي، الدنيا ما طارتش اياك. ده شنايدر مش مقاطعة وحلو. الحمد لله. نكمل.
بعدها بنشوف مشهد عباره عن لوحه فنيه عبقريه لدخول كل الباسترد او اللقطاء الى قلعه دراجون ستون، ورينيرا واقفه وشايفاهم هم بيشرفوا، وبتنزل لهم وتقابلهم في القاعه تحت وتقول لهم خطبه صغيره كده عن اهميه اللي هيتعمل دلوقتي، وان التنانين فقط هي اللي هتحدد مين مسموح ليها بركوبها لما تلاقي رابط بينها وبينه. وتتوجه بكل الباسترد للدراجون هول وبتنادي على الرعب البرونزي فريميسور. يا الله، بدأ بالتقيل كله حاج فريميسور بجلالة قدره، ويجي فريميسور في مشهد مهيب وتحاول رينيرا تهديه علشان ما يعملهمش كلهم طبق شاورما دلوقتي، وبيهدى فعلا فريميسور وبترجع رينيرا لمكانها وبيتقدم اول واحد لمحاوله ايجاد رابط بينه وبين التنين، لكن فريميسور بيغضب بسرعه وبيبدا حفله الباربيكيو بتاعته، ورينيرا في الوقت ده بتكون مرعوبه ومش مصدقه اللي التنين فريميسور بيعمله. ده ماسك يا باشا كل اللقطاء وعمال يشوهم يمين وشمال، الله يخرب بيتك الخطه يالا. ولكن في اللحظه دي ووسط كل الدمار والقتل اللي عمله فريميسور في معظم الباسترد بيتدخل هيو وبكل شجاعه بيقف قدام فريميسور ولسان حاله ما تتلم يالا انت بقى. فريميسور بشكل مفاجئ بيهدأ فعلا وبيخضع لهيو علشان يكون هيو هو راكب الرعب البرونزي فريميسور الجديد، وده كله بيحصل قدام رينيرا اللي كانت ناقص تنزل وتدينا رقصه بلدي كده احتفالا بنجاح خطتها. وفي نفس الوقت بنلاقي أولف الابيض واللي هرب من المدعكه اللي كان عاملها فريميسور من شويه في الناس ما هربش ولا حاجه لانه ما يعرفش انه في المكان اللي عايش فيه التنانين، وبالفعل بيلاقي نفسه قدام سيلفر وينج واللي فورا بيبدا يشم ويزوم عليه كده، لكن بيلاقي رابط ما بينه وبين أولف فبيسيبه يعيش. وهنا أولف الابيض هيبقى راكب جديد هو كمان للتنين سيلفر وينج. كده فريق رينيرا في حلقتين بقى معاه 5 تنانين، اللهم صل على النبي، سيراكس بتاع رينيرا، وفيرماكس بتاع جيسيرس، وسيسموك اللي راح لآدم يركبه، وسيلفر وينج اللي بقى بتاع أولف الابيض، والرعب البرونزي فريميسور اللي راكبه دلوقتي المطرقه هيو. خليك انت يا ديمون الزفت انت وتنينك كراكس في شهر الغيبوبه بتاعكم ده. الولايه رينيرا جمعت شويه تنانين لوز العنب وهتنزل الساحه لايموند وفارس لعجله، وبخلي بقى الاحلام تنفعك. ونروح للمشاهدين اللي معاهم بننهي الحلقه السابعه بكل مميزاتها وعناصرها الممتازه اللي شفناها فيها. ايموند في مجلس مصغر لمناقشه امور الحرب وتحركات جيشه ومخاوف المجلس من تعدد جبهات الحرب دي، لكن في نفس اللحظه بنسمع صوت لحاله هياج عند الناس في الشارع وبيصرخوا ويقولوا تنين اهربوا على المخابئ. بيخرج ايموند عشان يشوف فيه ايه وبيلاقي فعلا في تنين غريب بيحلق فوق سماء كينجز لاندنج، فبينزل بسرعه وبيركب حصانه وبيروح لتنينه العملاق فيجار وبيحلق بيه علشان يهاجم التنين الغريب ده، واللي بنشوف سريعا انه التنين سيلفر وينج بتاع أولف الابيض، وانه رايح تقريبا يستعرض بيه قدام اهالي كينجز لاندنج يمكن حد من صحابه يشوفه ولا حاجه. مش مصدق ابن المجنونه ان بقى له قيمه وبقى راكب تنين بجد. وبيوصل ايموند لفيجار وبيحلق فيجار ورا سيلفر وينج عشان يخلص عليه، لكن بيتوجه أولف وتنين وسيلفر وينج لدراجون ستون بسرعه، وساعتها ايموند بيأمر فيجار بالهدوء والتراجع لما بيشوف رينيرا واقفه معاها قوه ضربه حقيقيه واقفه وراها متمثله في سيراكس وفيرماكس، وسيلفر وينج بيهبط فوق القلعه. يعني لو فيجار اتهور حتى مع حجمه الضخم جدا ده فمستحيل هيقدر على 3 تنانين حتى لو اصغر كتير منه في الحجم. وبيهرب ايموند لفيجار وبتنتهي الحلقه بمشهد رينيرا واقفه وسط تنانينها وعلى ملامحها كل القوه والاحساس بالانتقام من ايموند. مشهد بيعزز الشعور بالعظمه والقوه اللي بقت فيهم رينيرا، واللي بقى رجوعها لمنصبها كملكه الويستروس مسألة وقت في اعتقادها، مع موسيقى مصاحبة للمشهد خلته إيبك جدا. وتنتهي الحلقة السابعة بكل إيجابياتها وجمالها، ونستنى آخر حلقة في الموسم ده الأسبوع الجاي إن شاء الله. وبس كده. في النهاية الحلقة دي كانت مليانة بالمشاهد الخلابة والحوارات اللي فعلا كانت جميلة اللي خلت الواحد يرجع له شغف المسلسل ده تاني. بقدر أقول إنها الحلقة الأجمل في الموسم ده بعد حلقة رقصة التنانين. يا ترى انتوا إيه بقى رأيكم؟ لايك وسبسكرايب بقى يا جماعة عشان ده فعلا بيساعدنا نكمل. وبس كده. سلام.